من اكتر الاسلحه استخداما في لعبه فري فاير اسلحه SMG، لان المدى فيها واسع ومرن والهيد شوت معاها سهل جدا. ولكن هل انت فاهم اساليب الهيد شوت بتاعتها صح 100% وعارف السر لاحترافها؟ تقريبا لا، بس ما تخافش يا اسطوره، لان في الفيديو ده هكشف لك سر الهيد شوت باسلحه SMG، وهفهمك تعمل ايه مع كل الخصوم القريب والبعيد، والاهم من كده الخصم المتحرك اللي بيسبب مشكله لناس كتير، وايه المشاكل اللي غالبا هتواجهك وازاي تحلها. وفي النهايه كالعاده هقول لك على بعض التريكات والاسرار، ودي اللي غاليين عليا بس، فتاكد انك تكمل الفيديو للنهايه علشان ما تفوتش التريكات المخفيه. ومن غير ما اطول عليك يلا نبدا. بس قبل ما ابدا تنزل تعمل لك الجيمز بتاعك زي كل مره يا اسطوره. اوكي، مبدئيا كده يا اسطوره، كل الاساليب اللي هتشوفها في الفيديو مناسبه لكل اسلحه SMG زي الUMP والMP40 والتومسون وحتى السلاح الجديد. والهيد شوت باسلحه SMG مش صعب كتير وسهل الى حد كبير مقارنه باسلحه الوان شوت، وهتتاكد من ده خلال الفيديو. بس الاول حابب اعرفك اني فتحت حساب في انستجرام، اللينك بتاعه في صندوق الوصف للي عايز يتابعني هناك. تمام، في البدايه كده اسلحه SMG للخصوم القريبه والمتوسطه، وفي قاعده عايزك تمشي عليها مع الاسلحه دي، وهي ان كل ما يكون في مسافه بينك وبين خصمك كل ما كان الهيد شوت اسهل، والعكس كل ما كنت اقرب لخصمك الهيد شوت هيصعب عليك. وناخدها بالتدريج من الخصوم القريبه لحد الخصوم المتوسطه وحتى البعيده كمان، ونبدا بالخصم القريب والقريب جدا. وهنا انسب طريقه انك تخلي دائره الايم في اي مكان من المنطقه دي، جنب الخصم يمين او يسار او فوق الخصم، وبعدها هتسحب لجسم الخصم وبسرعه ترفع للاعلى وبقوه كبيره جدا بقدر استطاعتك. ارفع لان الخصم قريب منك زي الخصم ده. ولكن الخصوم القريبه مش سهل انك تجيبها هيد شوت باسلحه SMG، لانها مش مخصصه للخصوم القريبه زي اسلحه الشوتجن. ولو انت بتسال ليه صعب اجيب القريب هيد شوت، فهقول لك لان اسلحه SMG اسلحه رشاشات وليس وان شوت. يعني ايه؟ يعني مع الاسلحه دي انت اول ما بتضرب الام بيمسك في جسم الخصم وبيفضل ماسك، لان الطلقات مستمره، فصعب انك تخلي الام يتحرك ويرتفع لمستوى الراس. انما مع الشوتجن او اي سلاح وان شوت بيضرب طلقه واحده، انت مش بتضرب الطلقه في الخصم، لا، الحكايه اشبه ما يكون كده كانك بترمي الطلقه على راس الخصم، فهي مش بتمسك في الجسم اصلا. انت في لحظه بتكون بوم ضربت طلقه واتحركت. فاظن كده انك فهمت ليه الهيد شوت صعب مع الخصوم القريبه. فانت ليه تصعبها على نفسك؟ انت بس خد مسافه كده بينك وبين خصمك والهيد شوت هيكون اسهل بمراحل، لان المسافه دي هتخليك تقدر ترفع الام بسهوله. فلما تاخد مسافة خصمك هيكون متوسط، ومع خصمك المتوسط هنا انت تقدر تستخدم اساليب كتيرة للهيد شوت وهتكون مناسبة معاك، والمسافة دي هي اللي معظم المواجهات والفايتات بتكون فيها، فهو ده اهم خصم لازم تكون بتعرف تجيبه هيد شوت كويس. فانا هقول لك على اكتر من اسلوب هنا هيكون مناسب مع الخصم المتوسط، بحيث لو في اسلوب صعب عليك يكون في اسلوب مختلف تقدر تعمله. وهقول لك على 3 اساليب مناسبين وايه افضل واحد فيهم كمان. والاسلوب الاول هو اسلوب الدراج هيد شوت، وهو ببساطة انك تخلي الايم على جسم الخصم وتسحب زر الضرب للاسفل شويه وبعدها بسرعه ترفع للاعلى. والاسلوب سهل وبسيط وهيظبط معاك اكيد زي كده. والاسلوب الثاني مع الخصم المتوسط هو الفاست دراج هيد شوت، واللي فيه بتحط الايم جنب الخصم يمين او يسار مش هتفرق، وبعدها هتسحبه لاتجاه الخصم وترفع للاعلى زي كده. وده الاسلوب الافضل والمنتشر بين المحترفين، وهقول لك ليه دلوقتي. والاسلوب الثالث مع الخصم المتوسط هو الاب هيد شوت، واللي فيه بتخلي الايم فوق راس الخصم وتنزله للاسفل شويه وترفع للاعلى بسرعه زي كده. دول انسب 3 اساليب للخصم المتوسط. طب تستخدم اي طريقه فيهم وايه الافضل؟ شوف انت الاسلوب اللي مرتاح فيه وبتعرف تعمله كويس هو ده الافضل بالنسبه لك. ولكن عموما الافضل والمنتشر بين المحترفين هو الفاست دراج زي ما قلت لك، لانه بيتميز بالسرعه في التنفيذ وبتعمله بدون تفكير. ولكن انا بتجيني كومنتات كتيره بتقول لي انا مش عارف اخلي الام جنب الخصم وانا بنفذ الطرق ومش ظابطه وانا. فشوف يا غالي، انت لو بتثبت مكانك زي كده عمال تفكر وتحسب والام جنب الخصم والام فوق الخصم والام مش عارف ايه، فكده انت مش هتعمل هيد شوت ولا اي حاجه، واسلوبك كده خاطئ. لا، انا قلت لك على 3 اساليب، عارف ازاي تستخدمهم صح زي المحترفين؟ زي المحترفين فعلا. ركز معايا، انت بتكون بتتحرك عادي وبعدها بتشوف الخصم فبتمسك سلاحك وتوجه الايم على الخصم زي كده. فانت هنا مش هتثبت مكانك وتظبط الايم والخصم فين وتسرح، لا، انت ببساطه هتوجه الايم على الخصم، وايا كان المكان اللي الايم موجود فيه هتنفذ الاسلوب المناسب على طول. والله الايم كان جنب الخصم فبسرعه هسحب لجسمه وارفع وبوم هيد شوت. طب الايم كان فوق الخصم هنزل للاسفل شويه وارفع وهيد شوت. طب يا عم الام تحول الاحمر ومسك في الخصم، عادي هتنزل الام للاسفل شويه وترفع بعدها. وهي بالبساطه دي، وكل المحترفين بيعملوا كده.
هتقول لي طب يا فارو امال انت ليه بتقول لي اخلي الايم جنب الخصم او فوق راسه وكده؟ فهقول لك انت لازم في البدايه تاخد اي حاجه جديده على شكل خطوات تنفذها علشان تتعلم، والحاله الوحيده اللي انت هتثبت فيها مكانك وتظبط في الايم وتحطه فوق وجنب الخصم وكده هي في البدايه خالص فقط، لما انت لسه بتتعلم جديد وبتكون على شخصيه ادم هنا مش مع الخصوم التانيه. في الحاله دي بس هتيجي هنا وتجرب وتتدرب عليها كبدايه وكمهاره جديده بتكتسبها، وبعد ما تظبطها انت وثابت مكانك ابدا اعملها مع الحركه لانها بتختلف وعلشان تحاكي المواجهات الفعليه. فاذا الصح انك تتقن كل الاساليب وعلى حسب الايم هتتعامل وبسرعه. واظن كده انت فهمت هتعمل ايه مع الخصم المتوسط اللي على طول الفايت بيكون معاه بالاسلحه دي. والشرح الجميل ده يستاهل لايك صح؟ فانزل يا غالي اعمل لايك للفيديو، دي ضغطه زر سهله، وبالمره اشترك علشان ما تفوتش الفيديوهات المهمه الجايه. ونجري الخصم البعيد، ومش البعيد اللي بتلعب معاه بسكار مثلا وكده، لا بعيد بمعنى انه يكون في اخر مدى السلاح اللي انت ماسكه بيوصل له. فهنا انت بكل بساطه حط الايم على الخصم وارفع زي كده، او بمعنى اخر خلي الدايره تتحول للون الاحمر علشان تمسك في الخصم وترفع. وعايزك تكون حساس وانت بترفع هنا، لو الطلق بيجي على الجسم ارفع بقوة اكبر، ولو مفيش ارقام خالص فكده الطلقات بتيجي فوق راس الخصم، فحاول تقلل رفعتك للايم وارفع بخفة شوية وهتكون هيتشوت معاك. وفي حالة خاصة كده بتكون في كلاش سكواد، وهي انك بتشتري سلاح اس ام جي سواء ام بي 5 بي 90 يو ام بي او اي سلاح اس ام جي ومعاه سكوب ومش معاك سلاح غيره، فهنا تقدر مع الخصم البعيد جدا تستخدم اسلوب الهيتشوت بالسكوب اللي شرحناه في فيديو قبل كده، وتفتح السكوب على الخصم وترفع زر الضرب اليمين بقوة وهتموته هيتشوت على طول زي كده. وانت كده عرفت هتعمل ايه مع كل الخصوم. ولكن انا عارف ان انت لسه في مشكله معاك، وهي الخصم المتحرك، مش عارف تعمل ايه معاه، مع ان مفيش صعوبه ولا حاجه، الامر بسيط. انت خصمك الثابت بترفع للاعلى معاه لانه راسه هناك للاعلى، ولكن لما بيتحرك راسه بتميل في اتجاه حركته، وكذلك رفعتك لازم تميل معاه. لو بيتحرك لليمين هترفع بزاويه مائله لليمين، ولو بيتحرك لليسار هترفع بزاويه مائله لليسار. بالبساطة دي، وكل ما تتدرب مستواك هيتطور ويتحسن. وفي بعض التريكات والملاحظات المهمة اللي عايزك تاخد بالك منها وانت بتلعب بأسلحة اس ام جي علشان تحترفها. اول حاجة مش عايزك تثبت مكانك وتضرب بشكل مستمر ومنتظر الهيتشوت او اي طلقة حمراء كده، لا، لان كده انت اللي هتبلع الهيتشوت، لانك لما بتضرب لو الطلقات الاولى ما ظبطتش الايم طبيعي هيضيع، فانت ما تثبتش مكانك، لا انت تتحرك او تحط تلجأ وبعدها تعيد المحاولة زي كده. وتاني ملاحظة ان اداء السلاح بيختلف شوية حسب المثبتات الموجودة عليه، فلو انت بتلعب في الرانكد ومفيش مثبتات راكبة على سلاحك فالايم هيضيع معاك اسرع، بخلاف كلاش سكواد والتدريب اللي المثبتات بتكون اعلى حاجة في السلاح. فخلي بالك من النقطة دي، السلاح بيختلف شوية حسب القطع والمثبتات. وانا عن نفسي ده من احد الاسباب اللي مخلياني بحب الام بي 5 وبعتبره افضل سلاح اس ام جي، لان ايمه ثابت وبدون مثبتات، وكمان الوحيد اللي قابل للتطوير. وانت يا اسطوره ايه السلاح اللي بتحبه اكتر؟ عرفني في كومنت كده، بتحب الام بي 5 زيي ولا سلاح مختلف؟ واخر ملاحظه انك لو بتواجه خصم معاه شوتجن دائما ابعد عنه، ومش تبعد عنه يعني تهرب منه، لا، يعني خلي في مسافه بينك وبينه، وكده انت هتكسب ميزتين. اول ميزه انك هتعرف تجيبه هيتشوت بسهوله لان المسافه بتسهل رفع الايم زي ما قلت لك، وتاني ميزه انك هتصعب عليه هو انه يقتلك لان الشوتجن مداه ضعيف. والعكس صحيح، لو انت اللي ماسك شوتجن حاول تقترب من خصمك اللي معاه سلاح اس ام جي علشان تكون معاك الافضليه عليه وتعرف تجيبه هيتشوت وهو ما يعرفش. بتقول ايه يا اسطوره؟ مش بتعرف تجيب هيتشوت بالشوتجن؟ ازاي انت بتشاهدني ومش بتعرف؟ الفيديوهين اللي قدامك فيهم اسرار وخلاصه الهيتشوت بالشوتجن سواء ابو طلقتين او الشوتجن الطويل، شوف اللي يعجبك واحترفه، واشوفك هناك يا غالي، سلام.